السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. طبعا هنتكلم عن دور 16 في كاس العالم، وطبعا ربع النهائي والفرق اللي هتلاعب بعض وكل حاجه. طبعا دور ال 16 كان فيه 8 ماتشات، كان فيه هولندا وامريكا، وهولندا فازت 3-1. ماتش كان قوي في الشوط الاولاني. الشوط الثاني لما جابت امريكا الهدف الاول كان 2-1، وهولندا جابت الهدف الثالث قتلت الماتش. الماتش اللي بعده الارجنتين تلعب استراليا، وفوز الارجنتين 2-1 برضه بالعافيه، وكان استراليا ممكن تتعادل في اخر الماتش. وميسي عمل اداء كالعاده عالي وعايز ياخد البطوله السنه دي. الماتش اللي بعده كان فيه فرنسا وبولندا، فوز فرنسا 3-1 على بولندا. طبعا فرنسا جامده، خلصت الماتش. الماتش اللي بعده انجلترا بتلعب السنغال، فوز انجلترا 3-0 على السنغال، نتيجه تقيله، وكده السنغال ودعت خلاص. الماتش اللي بعده اليابان بتلاعب كرواتيا، واليابان جابت هدف الاول وكانت هي كسبانه لغايه ما كرواتيا اتعادلت، والماتش انتهى 1-1 ودخلوا ضربات ترجيح، ضربات الجزاء، وكرواتيا اتأهلت. اما البرازيل وكوريا الجنوبيه، فوز البرازيل 4-1 على كوريا الجنوبيه. البرازيل خلصت الماتش في الشوط الاولاني 4-0. الماتش بقى اللي قبل الاخير اللي هو المغرب واسبانيا، والماتش ده كان معلق 0-0 وانتهى الماتش 0-0، دخلوا اكسترا تايم 0-0 لغايه ما دخلوا ضربات جزاء، وياسين بونو تألق حارس المغرب. وطبعا كده اتأهل المغرب سجلت 3 ضربات ترجيح، واسبانيا مسجلتش ولا ضربه. وطبعا المغرب عملت اداء عالي، والف مبروك للمغرب، وهي كده فخر العرب. تشرفنا بقى كده، وصلت ربع النهائي. الماتش الاخير البرتغال تلعب سويسرا، والبرتغال فازت بنتيجه كبيره جدا 6-1 على سويسرا، وخلصت الماتش طبعا في الشوط الاولاني. كده طبعا ده دور ال 16. طبعا هنتكلم بقى على ربع النهائي واهم الماتشات ومين هيقابل مين وكل حاجه. يلا بينا. ربع النهائي كده الثمان فرق اللي اتأهلوا. عندك كرواتيا هتلاعب البرازيل يوم الجمعه الساعه 6، ده بتوقيت مكه المكرمه. هولندا والارجنتين الساعه 10، طبعا يوم الجمعه برضه. السبت المغرب والبرتغال الساعة 6، وإنجلترا وفرنسا الساعة 6. طبعا ماتشات قوية جدا كده. زي ما أنا قلت لكم، النهائي بنسبة كبيرة هيكون ما بين البرازيل وفرنسا، ده لو ما حصلش أي مفاجأة في الدور ده. طبعا بنتمنى الأرجنتين توصل نهائي وتاخد كأس العالم يعني، يا ريت يعني. فبس طبعا بقى اتكلمنا عن كل حاجة. إن شاء الله الفترة الجاية هنغطي كل نص نهائي، هنغطي الفرق، تاريخ الفرق وتاريخ كل منتخب عمل ايه. طبعا النهائي هنكون بنبصوا في الفترة الجاية احداث قوية جدا جدا جدا. طبعا انت من كل ده متنساش اللايك والشير سبسكرايب، تنزل تعمل سبسكرايب طبعا بقى، وتابعنا بقى على كل السوشيال ميديا، ونشوفكم في فيديو جديد. سلام.